السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. الوصفة ديال اليوم السفة المدفونة بالدجاج اللي كتجي أكثر من رائعة، وأكيد إلا جربتوها غادي تعجبكم. وكيف ما العادة باش ما نطولش عليكم غادي ندوزو لطريقة التحضير، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم المقادير. عندنا هنا دجاجة مقطعة كنضيفوا عليها الخرقوم، شوية ديال الملح، تقدروا تضيفوا شوية ديال الثوم محكوك، وانتم تقدروا تعملوا الفخاد ديال الدجاج على حسب الذوق، كل واحد كيفضل. غادي نضيفوا خليط ديال الزيت النباتي مع زيت الزيتون، سكينجبير، غادي نكثروا شويه من السكينجبير، وجوج عواد ديال القرفه، وغادي نقفلوا عليه ونخليه فوق النار واحد 10 دقائق. دابا غادي نضيف شويه ديال الماء زهر فوق الزبيب ونوضعوه الى جانب حتى نحتاجوه للسفه. دابا غادي نضيف 4 الحبات ديال البصله محكوكه الى قطع صغيره كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو الدغميره كثروا شويه من البصله. انا هنا عملت 4 الحبات كبار ديال البصله، وكيف ما غتشوفوا معايا في الاخير جات كميه كافيه لهاد الكميه اللي عملت ديال الشعريه. غادي نخلطوا البصله مزيان مع الدجاج ونقفلوا عليه ونخليه فوق النار، وندوزو نوجدوا الشعريه ديالنا. هنا عندنا الشعريه شعره اللي كتكون رقيقه بزاف، وهذه هي اللي كنفضل انا، كتجي رائعه ولذيذه. كنضيفوا عليها شويه ديال الزيت النباتيه، وكنحاولوا ندخلوا داك الزيت في الشعريه باش ما تجيش ملصقه، وكنعملوها في واحد الكسكاس. وكما قلت لكم عندنا هاد الشعريه شعره اللي هي رقيقه بزاف، وكاينه الشعريه الاخرى اللي كتكون غليظه، كيبقى على حسب الذوق، كل واحد واش كيفضل. تقدروا تجربوهم بجوج وتشوفوا اين هي اللي لذيذه وين هي اللي كتفضلوا. ودابا غادي نعملوا الكسكاس فوق البرمه ونقفلوه بفيلم بلاستيكي كيف ما كتشوفوا في الفيديو، باش ما يتسربش داك البخار، يطلع نيشان للشعريه. وغادي نحسبوا واحد 15 دقيقه ملي يبدا يبان لينا البخار كيخرج، نحسبوا 15 دقيقه عاد نزولوا الكسكاس. ودابا بعد ما مررت 15 دقيقه غادي نفرغوه في واحد القصعه او القصريه. انا عملت هنايا 500 غرام. كنضيفوا عليها شويه ديال الملح، وانتم بالنسبه لكم تقدروا تضيفوا الملح في الماء اللي غادي نعملو. وملاحظه هاد الماء اللي عملت ماء بارد، ما تعملوش الماء سخون مع هاد الشعريه شعره. وكنخدمها كيف ما كتشوفوا في الفيديو باش ندخلو مزيان هذاك الماء، وكنخليوها واحد شويه حتى كتشرب هذاك الماء. عاد نعملوها المره الثانيه فوق البرمه تفور. ودابا بعد ما تشحر الدجاج ديالنا غادي نضيفوا ليه شويه ديال المعدنوس، وتقدروا نتوما المعدنوس ديروا قبطه ديال المعدنوس بلا ما تقطعوه قطع صغيره. كنضيفوا شويه ديال القرفه،
انا المعدنوس كيعجبني نضيفه بهذا الشكل، كيكون مقطع رقيق وكيكون ملسم بالمعدنوس. ودابا كنزولو الدجاج وغادي نعملوه في الفرن من بعد يتحمر، وغادي نعملو الكسكاس يفور المره الثانيه، ونحسبو تاني من بعد ما يبان لينا البخار خارج من الشعريه، غادي نحسبو 15 دقيقه حتى ل20 دقيقه، نزولوه وغادي نعملو نفس العمليه اللي عملنا المره الاولى. كنقفلو عليه كيف ما كتشوفوا في الفيديو. ودابا كتشوفوا بان البخار خارج مزيان ومرت 15 دقيقه. غادي نزولو، غادي نعملو في القصريه ونفس الشيء اللي عملنا في المرحله الاولى غادي نعملوه في المره الثانيه. غادي نضيفوا الماء كيف ما عملنا، الماء بارد. ملاحظه مهمه هذه، الماء بارد ماشي الماء سخون. المهم نفس العمليه، غادي نخليو الماء يشرب، غادي نخليو السفه تشرب هذاك الماء، عاد غادي نعاودوها المره الثالثه فوق البرمه. وصدقوني هاد الشعريه كتجي لذيذه بزاف. انا بالنسبه ليا كنفضلها على الشعريه غليظه، وكيف ما قلت لكم كيبقى على حسب الذوق. ودابا هذه هي اللي غادي نعملوها تفور المره الثالثه. كنعملو شويه ديال السكر كلاصي وداك الزبيب اللي رقدناه. هذه هي المرحله الثالثه. اي غادي نعملوه يفور للمره الثالثه، وهذه هي الثالثه والاخيره. وغادي نعملوه في الكسكاس بعد ما تسقطر مزيان، وغادي نزيدو فوق منه شويه ديال البرقوق مجفف كيف ما شفتوا معايا. هذا على حسب الذوق، كل واحد يعمل داكشي اللي عنده. وبعد ما مرت 15 دقيقه او حتى ل20 دقيقه، غادي نجيو نفرغوه في القصريه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا دخل معها الطياب مزيان وجات طايبه مزيان. غادي نضيفوا شويه ديال الزبده، واحد 30 غرام. وهاد الوصفه اللي عطيتكم هي الوصفه التقليديه الاصيله. ودابا بعد ما وجدت السفه ديالنا غادي نحضروها في الطبسيل ديالنا. كنديروا واحد شويه ديال السفه، كنفرشوها كيف ما كتشوفوا في الفيديو. وغادي نبداو ناخذوا التغميره، وكيف ما شفتوا معايا التغميره كتجي معلكه.
كتخليوها هاد الدغميره كتخليوها تحمر مزيان على نار هادئه مهيله. وهذا الدجاج اللي حمرناه شويه في الفرن، وطريقه التزيين كتبقى على حسب كل واحد. طرق تزيين كتبقى عديدة ومتنوعة، كي اللي كيعملها في ليمول، وكيف ما قلت لكم طريقة التزيين كتبقى اختيارية، كل واحد كيعملها على حسب الذوق ديالو. وكنخلي انا هذه طريقة التزيين ديالي كنخليها حتى الاخر، شوية حتى الاخر، وكنعملها الفوق. وكنزوقوه بالبرقوق المجفف. وشوية ديال اللوز اللي مقلي، والسكر كلاصي. وصدقوني هاد الوصفة كتجي أكثر من رائعة شكلا ومذاقا، وكتجي لذيذة ما تشبعوش منها. نتمنى أن الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، وما بقى لي إلا نقول لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله مع وصفة جديدة. وكما العادة بالنسبة للناس اللي دخلوا القناة ديالي أول مرة، ما تنساوش تعملوا اشتراك واللايك وتبارطاجيو مع الأحباب والأصدقاء فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.